السلام عليكم، مرحبا بكم في الجزء الثاني من فيلم ذا ميز رينر. اللي مازال ما شافش الجزء الاول يمشي يشوفه قبل ما يشوف الجزء الثاني باش يفهم القصه، وراه غنخلي لكم اللين في صندوق الوصف ولا في اول تعليق. فيلمنا كيبدا مع توماس والدراري اللي جابتهم الهليكوبتر لواحد البلاصه ومرا من العسكر ديالها باش يتحركوا دغيا حيت القضيه كانت مرونه بالزومبي. فدخلوا من واحد البلاصه سميتها سكورج، وكان واحد خونا سميتو جونسون هو اللي مكلف بديك البلاصه. قال لهم انا اللي عتقاكم وانا اللي غنحاول نحميكم من ويكيد، وهاد البلاصه راه امنه لينا كاملين من داكشي اللي كيطرا برا وراه ما عندكم مناش تخافوا. فبداو الدراري كيتمشاو معاه وكيتعرفوا على المكان، ومن بعد داروا لهم تحاليل باش يشوفوا صحتهم كيف دايره. من بعد مشاو يتعشاو والا كيتلاقاو بمجموعه كبيره من الشباب اللي حتى هما اعتقم جونسون، وهما جالسين كياكلوا كيدخلوا عليهم جونسون وقال لهم الناس اللي غنعيط لهم دابا غنديهم لواحد البلاصه اخرى سميتها المزرعه، فهي امن اكثر من هنا. المهم مشاو الدراري باش ينعسوا، وتوماس بقى كيفكر في تيريزا حيت ملي جاو لهاد البلاصه ما بقاش شافها. شويه غادي يسمع تقرقيب لتحت، فجا يشوف لقى واحد الدري سميتو تيريز. قال لي تعال معايا باغي نوريك شي حاجه. فاش مشاو وراه الناس اللي خدامين تما كيدخلوا الدراري واللي كيدخل تما ما كيبقاش يخرج. توماس قال لي انا كنت شاك فيهم وعارفهم ما جايبيناش غير هكاك. وهما كيتعشاو توماس غادي يبغي يسلت باش يعرف شنو كيوجدوا ليهم، فنوض مع الحراس باش يسرق منهم الكارطه اللي غادي يدخل بها هو وايريس بلاصه فين كيدخلوا الدراري. وفاش دخلوا لقاو بزاف ديال الجثث معلقين كانوا كيديروا عليهم تجارب بحال اللي كدير منظمه ويكد. يعني الدراري اللي كيعيط لهم جونسون وكيقول لهم غنديوكم المزرعه فكيجيبهم لهنايا. وغادي يبان بلي جونسون خدام مع الدكتوره ايفا اللي كان شاده المنظمه ديال ويكد، وقالت ليه سيجيب توماس والمجموعه ديالو باش نديروا عليها التجارب. وهذا الشيء حيت لقاو توماس والدراري اللي معاه عندهم مناعه ضد الفيروس اللي كيحول بنادم للزومبي، وكانوا باغيين يلقاو الدواء قبل واحد المنظمه جديده اللي سميتها الذراع اليمين. توماس غير سمع الهضره رجع كيجري عند صحابو وقال لهم يلا نهربوا من هنا راهم جايين لينا وحنا راه باقيين وسط ويكد. فغادي سلتهم من البلاصه اللي وراه ايريس، وفاش جات جونسون ما غاديش يلقاهم، فغادي يبقاو يقلبوا عليهم. وتوماس والدراري مشاو باش يعتقوا تيريزا وداوها معاهم، وفي الاخر قدروا يخرجوا من ديك البلاصه. وفاش بعدوا من سكورج بداو كيفكروا شنو غيديروا، وكيقول لهم توماس وايريس بلي سمعوا جونسون كيهضر مع ايفا على المنظمه جديده، وبما انهم كيحاربوا ويكيد فقادرين يحميونا منهم فخليونا نقلبوا عليها. وهما غاديين كيقلبوا عليها هجم عليهم الزومبي، فبقاو كيجريو هاربين منهم. وللاسف واحد منهم سميتو وينسيت صاب من الزومبي والحاله ديالو بدات كتدهور، فكيقول لهم باللي غادي يقتل راسو قبل ما يتحول ويولي زومبي. المهم مشاو الدراري كملوا طريقهم وحصرهم الليل في الخلا ونعسوا. فاش فاق توماس بانت لي واحد البلاصه فيها الضوء، بدا كيفيق صحابو باش يمشيو ليها. فاش بداو غاديين جاهم واحد الرعد كتير، قبل ما يوصلوا لديك البلاصه الرعد غادي يضرب مينو. دخلوا لداخل وغادي يشوفوا مينو فاق وما طاري ليه والو. وهنا تيريزا غتقول لهم شميت واحد الريحه خايبه، فغادي يخرجوا لهم الزومبي وكانوا مربوطين بالسناسل. شويه غتدخل لهم واحد ختنا سميتها بريندا وغديهم واحد خونا سميتو جورج وهو المسؤول تما. توماس قال ليه جينا كنقلبوا على المنظمه الجديده اللي سميتها الذراع اليمين، فكيشك فيه جورج وكيقول لي جلسوا معنا هنا تيبانوا فاحنا غنستقبلوكم احسن استقبال. فجدهم وعلقهم ولكن غادي يقدروا يفكوا ريوسهم. شويه جا جونسون والجيش ديالو وناضت الروينه بالقرطاس، وجورج قال لبريندا غنعاونوا الدراري باش يلقاو المنظمه الجديده اللي كيقلبوا عليها، وهذا الشيء كامل ضد في منظمه ويكد. مع بغاو يهربوا بريندا كتكون نسات واحد الصندوق صفر ومشات باش تجيبو ومشى معاها توماس. فغادي يتعطلوا وهنا دخلوا عليهم جنود ديال جونسون، فغادي يهربوا وغادي يتلفوا على المجموعه. وهنا غادي يمشيو من واحد البلاصه تحت الارض ولكن كيلقاو بزاف ديال الزومبي كاينين تما، فغادي يهربوا منهم من واحد العمارات مهجورين. وهنا كانت غطيح بريندا ولكن غادي يعتقها توماس. وفاش نزلوا اكتشفت بريندا بانها مصابه من الزومبي وعرفت بلي قرب التحول ديالها. المهم تلاقاو بالمجموعه مشاو باش يكملوا البحث ديالهم على منظمه الذراع اليمين. فاش غادي يوصلوا لواحد البلاصه بدا كينزل لهم القرطاس، ويلاه جورج بغا يلوع عليهم واحد القنبله، وقفوا عليهم واحد الجريات وغيبان بلي هما المنظمه الجديده حيت ايريس كيعرف الدريات وكانوا معاه في شي متاهه حتى هما كانوا محبوسين فيها. سلم عليهم وقال لهم هذا الجروب ديالي وانا تايق فيهم. من بعد غادي يديهم عند واحد خونا سميتو فينس اللي هو الشيف ديال منظمه الذراع اليمين. وغتبان واحد الطبيبه سميتها ماري كتكون كتعرف توماس وكتقول لي حتى انا كنت خدامه مع ويكد وكان كيسحب لي كيقلبوا على الدواء باش يعتقوا العالم من الفيروس، ولكن للاسف بانوا على حقيقتهم وباغيين الدواء غير ليهم وما كيهمهمش العالم.
هادشي علاش بعدت منهم، وحتى انت هذه هي احسن حاجه درتي ملي بعدتي عليهم ووليتي ضدهم. من بعد خدات منه شويه ديال الدم ودقاتو البريندا باش ما تحولش لزومبي. من بعد خرجوا برا وكانوا الدراري خالقينها بيناتهم، وتيريزا كانت في واحد الجبل الفوق. مشى عند توماس وغادي يعرف منها بلي باقا خدامه مع ويكد، وراتهم بلاصه ديال المنظمه جديده. فجاو ليهم ودمروا الدنيا كامله وقتلوا بزاف ديال الناس من هذه المنظمه هذه، وقدروا يحاصروهم ويشدوهم كاملين. وهنا ايفا هبطت من الطياره وقالت لهم حنا ماشي خايبين كيف كتعتقدوا، انا طبيبه وعطيت وعد باش نلقى العلاج مهما كان الثمن. وهنا ماري ضحكت عليها وقالت لها بغيتي تقولي تعالجي راسك وتقتلي الناس، وقالت ليها انا دابا ضميري مرتاح واخا كاع نتحول للزومبي ما عنديش مشكل. وهنا ايفا ما حملتهاش وقالت جونسون باش يقتلها. من بعد كتامرهم باش يجيبوا توماس والمجموعه ديالو ويركبوهم في الطياره ويقتلوا الشي الاخر. مع بغاو يشدوا توماس جبد واحد القنبله من جيبو وقال لهم الا ما مشيتوش غنفرقع راسي ونهنيكم. شويه غادي يجي جورج في واحد الطوموبيل فترونات القضيه بين ويكد والمنظمه الجديده، وواحد اللحظه غادي يضرب مينو وجونسون غادي يشد توماس وغيقول لي خساره انك غتموت، وقبل ما يتيري فيه فغضربوا بريندا لكتفو. وهنا فينس غادي يمشي لواحد الرشاش وبدا يضرب فيهم كاملين. فغادي تراجع منظمه ويكد وغتهرب ايفا وتيريزا وكاع اللي معاها وداو معاهم حتى مينو اللي كان مضروب. وفي الصباح توماس غادي يقول لهم انا ما غاديش نتخلى على مينو، وقال لهم واحد ويكد كاينه فما غاديش نعيشوا في خاطرنا، وانا عييت ما نبقى نهرب منهم، ودابا جا الوقت فين غادي نواجههم مهما كلف الامر. وهنا الدراري غادي يقتنعوا بهضرته وغادي ينضموا ليه كاملين وغادي يمشيو باش يحاربوا منظمه ويكد. وهنا كيسالي الفيلم ديالنا. الا عجبكم الفيلم ما تنساوناش من الدعم ديالكم والاشتراك في القناه وتفعيل جرس التنبيهات باش توصلوا بكل ما هو جديد، وتسناونا الجزء الثالث. تهلاو.